وكان عهد الخلفاء الأربعة، عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم على منهج السلف. الأئمة الأربعة على منهج السلف، تلاميذهم أيضا الذين أخذوا عنهم على مذهب السلف في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين، إلى أن انتهت 104 للهجرة. حينئذ دخل الدخيل على المسلمين، جاءت الصوفية، جاءت القبورية، جاء علم الكلام والمنطق، فصار الناس إلا قليلا منهم تأثروا بهذه الأمور، بالصوفية، بالقبورية، بالتشيع، إلى آخره. علم الكلام، حتى الاستدلال، تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، ذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق، ويسمونه الأدلة العقلية، يسمونه البراهين العقلية. وأما أدلة الكتاب والسنة يسمونها الأدلة الظنية، عندهم تفيد الظن. أما علم المنطق وعلم الكلام هذا يفيد اليقين، ولذلك سموها بالبراهين العقلية. يقدمون العقل على النقل، ويقولون إن العقل لا يخطئ بخلاف النقل، فقد يدخل عليه شيء من ضعف السند أو والرواة إلى آخره، يشككون فيها ويقولون هي أدلة ظنية، وبنوا عقائدهم على هذا، على علم الكلام. دخل هذا على أتباع المذاهب الأربعة أيضا، فتجد الشافعي مثلا شافعي في الفقه، لكنه عقلي في العقيدة، على خلاف مذهب الشافعي، حتى يقول قائلهم الشافعي مذهبا، النقشبندي معتقدا. يصير مشكل، هو شافعي في علم الفقه لكنه في العقيدة نقشبندي صوفي، والنقشبندي هذا من مشايخ الطرق، هو صوفي، وانتشر هذا فيهم. خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين، فصاروا مشكلين مثل الخنث المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، له بحنبلي وله بعصري، مشكل. هذه آفة دخلت على المسلمين. بنيت المشاهد على القبور، تركت المساجد وتعلقت القلوب بالمشاهد إلا من شاء الله. لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية، شيعة باطنية، الفاطميون من الشيعة الباطنية، لما استولوا على مصر، على غالب البلاد الإسلامية، بنوا القباب على القبور، شيدوها، وبنوا المساجد على القبور، فتغيرت العقيدة، وصار الإسلام اسما لا حقيقة إلا من رحم الله. ولكن الله قيض أئمة من المجددين، قيض الله أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين معروفين. هؤلاء مجددون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله، هذا من فضل الله وإحسانه. لكن غلبت الانحرافات، غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل. ومن ذلك في العقيدة، تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، أخذوها وبنوا عليها عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها. فهذه المقدمة
هذه من النمط الأول الذي هو على مذهب السلف، لأن المؤلف متقدم في القرن الرابع.